بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده جايين نتكلم عن علاء الدين تاني برضك، عشان في ناس ما كانتش راضية على الكلام الاولاني، فاحنا جايين نتكلم تاني عن علاء الدين واسعار علاء الدين وموديلات علاء الدين والعروض الجديدة بتاعت علاء الدين، عشان في ناس ما رضيتش عن الاسعار اللي كانت منزلاها علاء الدين في الاول، ودي كانت اسعار شهر 3، والشهر ده نزلوا لنا تسعيره جديده عشان احنا قلنا لهم ان في بعض الكباتن في حاجات مش راضيه عنها والاسعار بيقولوا قليله، وفي حاجات اللي هي فئه علاء الدين والحاجات زي كده، فالشركه ما كدبتش خبر. الشركه احلى حاجه في شركه علاء الدين هي شركه عاوزه تنزل وعاوزه تكتسح السوق، فبتلبي طلبات العميل وبتلبي طلبات الكابتن. هي عندها استعداد تخلي لك الكيلو ب5 جنيه، بس الفكره كلها ايه؟ السوق عباره عن حاجتين، عميل وكابتن، فالعميل لازم يلاقي السعر الى حد ما معقول، والكابتن برضك لازم يلاقي السعر برضك معقول بالنسبه له. فالشركه عامله لكم 4 فئات، وعامله للفئات دي نسب معينه، وعامله اسعار معينه. فالنهارده الشركه نزلت الاسعار الجديده عشان تقول لهم انا معاكم وبحاول ارضي الكابتن وبحاول ارضي العميل. فالنهارده تعالى نشوف بقى اسعار علاء الدين. زي ما انتم عارفين ان شركه علاء الدين عندها 4 فئات، اقل فئه اللي هي الاقتصاديه او تحت الاقتصاديه شويه اللي هي فئه علاء الدين، ودي الشركه عاملاها عشان خاطر تكون مثلا زي ان درايفر او زي ديدي اللي هي ايه، حاجه تحت خالص او حاجه اقتصاديه كده من 2001 ل 2008. وهي فتحه العداد بتاعتها 8 جنيه، وده الى حد ما معقول. الكيلو بتاعها ب 2 جنيه 75. حد هيقول لي ده اوبر اعلى، ماشي، ما دي مش لاوبر، دي حاجه زي ان درايفر او ديدي. وعندك الدقيقه ب 42 قرش. الحد الادنى اللي هو الحد الادنى للرحله، اقل رحله ب 20 جنيه، النسبه بتاعتها 12 جنيه ونص. طب حد هيقول لي لا ده احنا بنشتكي من ديدي وان درايفر، ماشي يا باشا، ان درايفر نسبتها 10%، ديدي نسبتها 17%. الشركه دي تعتبر من غير نسبه. ليه؟ انت عندك فيه 5000 جنيه، ال 5000 جنيه دول محطوطين في محفظه، هيتشال منهم النسبه اللي هي بقولها لك في اخر التقرير ده، فانت كده يعتبر شغال بدون نسبه. عارف يعني ايه؟ 5000 جنيه دول معانا 6 شهور سنه، لما يبقوا يخلصوا ال 5000 جنيه تعالى قول لي عاوزين نزود الاجره. عشان كده الاجره تعتبر بدون نسبه خالص، يعني انت بتاخد الفلوس دي صافي ليك. وفي ميزه مش موجوده في اي ابلكيشن خالص في الوقت الحالي، الميزه دي مش موجوده في اي ابلكيشن، وهي ايه؟ مفيش تثبيت اجره. الكيلو اللي هتمشيه زياده على الرحله ده محسوب، فدي حاجه كويسه جدا. حاليا مفيش شركه في مصر مش مثبته الاجره، كله مثبت الاجره. تعالوا بقى الفئه اللي بعدها اللي هي الاقتصاديه، اللي هي بتبدا من موديلات من حوالي 2008 او 2009 لغايه 14 16 حاجه زي كده. بيقول لك فتحه العداد اللي هو السعر الاساسي 10 جنيه، الكيلو ب 3 جنيه وربع، وده زيه زي اوبر. الدقيقه ب 50 قرش زيه زي اوبر. الحد الادنى للرحله 20 جنيه، وده زيه زي اوبر بردك، متهيألي في الاكس نفس الكلام. فدي حاجه كويسه. الاقتصادي بتاعه زي اوبر وحاطط لك 5000 جنيه، يعني ما بتدفعش نسبه، فدي حاجه كويسه جدا جدا جدا. عشان في ناس كتيره بتطلع تهيس وتقول لك مش عارف ايه والاسعار والدنيا والحكايه والروايه، وعيل اصفر كده طلع لابس لي بيربريز من عند جريش ومش عارف علاء الدين ومش علاء الدين. يا عم الحاج اهو الشركه حاولت تطور وحاولت تعدل الاسعار، وبتقول لك انا موجوده وانا بحاول اقف معاك، فده الاسعار دي كويسه. النسبه بتاعتهم في الفئه دي اللي هي الاقتصاديه 15%. بعد كده الفئه اللي هي البيزك 2015 لغايه 2020 حاجه زي كده. والبيزك ده الحد الادنى فتحه العداد 15 جنيه، الكيلو ب 3 جنيه ونص، الدقيقه ب 60 قرش، اقل سعر للرحله 25 جنيه. يعني مش هتدور عربيتك وتطلع ان شاء الله كيلو الرحله غير ب 25 جنيه، وده كويس جدا وهتاخدهم صافي ليك. بعد كده اعلى فئه اللي هي اللوكس. اللوكس دي فتحه العداد 20 جنيه، عاوز تاني، الكيلو ب 4 جنيه، الدقيقه ب 75 قرش زيه زي الكومفورت. الحد الادنى للرحله 30 جنيه، النسبه بتاعتهم فيها 20 جنيه، وانت كده كده مش هتدفعها. بعد كده عاملين حاجه خدمه كده للسيدات، الحاجه اسمها اطلبي. اطلبي دي الكابتن ست، واللي بتطلب واحده ست بردك تطلبها ليها لاطفالها، حاجات زي كده، تبقى ست هي اللي بتوصلهم، ودي حاجه كويسه مش موجوده في اي شركه حاليا في مصر. الكيلو بتاعها بكام؟ او فتحه العداد بتاعتها بكام؟ 15 جنيه، الكيلو ب 3 جنيه وربع، الدقيقه ب 50 قرش، الحد الادنى للرحله 20 جنيه، النسبه بتاعتها 15%. ودول بردك عاملين تاكس، عشان كل الشركات عاملين فئه التاكس دي على جنب كده، فحاطين فتحه العداد بتاعت التاكس 10 جنيه، الكيلو ب 3 جنيه، الدقيقه ب 50 قرش، الحد الادنى للرحله 20 جنيه،
النسبه بتاعتهم 10%، وبرضك محطوط لهم فلوس في المحفظه. بالنسبه بقى اسعار اسكندريه، فهي علاء الدين في اسكندريه 7 جنيه لفتحه العداد، 2 جنيه ونص للكيلو، 40 قرش للدقيقه، 20 جنيه ده الحد الادنى بتاع رحله، اقل رحله عندهم ب 20 جنيه، ودي حاجه كويسه جدا مش هتلاقيها كتير في الشركات. يعني فئه زي دي بتبدا من 2001، فمش هتلاقي فيها ال 20 جنيه دي خالص. فما علينا، القصه كلها ممكن حد يقول لي اسعار قليله، ما انت دي بتاخدها من غير نسبه، واسكندريه الاسعار قليله في كل الشركات، فبرضك ده لازم يكون زيه زي الشركات عشان يقدر يجيب عملاء. برضك نفس الكلام، الفئه اللي بعدها مش عاجباك الفئه دي، او عربيتك مش شغاله في الفئه دي، او انت عربيتك اعلى من الفئه دي، ما تفتحش الفئه دي وخليك في الفئه اللي بعدها اللي هي الاقتصادي. 10 جنيه لفتحه العداد، 3 جنيه وربع للكيلو، 50 قرش للدقيقه، 20 جنيه اقل حاجه سعر الرحله، 15% نسبه الشركه، وانت كده كده مش هتدفعها. بعد كده اللوكس، مفيش هناك في اسكندريه بيزك، هم حاطين اللوكس مثلا بدل البيزك، وده بدل ده. ففتحه العداد 15 جنيه، الكيلو ب 3 جنيه و30 قرش، الدقيقه ب 60 قرش، اقل سعر الرحله 25 جنيه، النسبه 17%. هنا في القاهره 20%، وكده كده انت مش هتدفع نسبه قبل 6 شهور زي ما قلنا قبل كده عشان ما نعيدش الكلام تاني. وبرضك فئه اطلبي دي موجوده في اسكندريه، ان واحده تطلب عربيه ليها او لعيالها، 15 جنيه فتحه العداد، 3 جنيه وربع للكيلو، 50 قرش للدقيقه، 20 جنيه اقل سعر الرحله، 15% نسبه. تاكسي نفس الكلام، نفس اسعار القاهره، 15 جنيه فتحه العداد، 3 جنيه للكيلو، 50 قرش للدقيقه، 20 جنيه اقل سعر الرحله، 10% نسبه. ده بالنسبه للتاكس. ومفيش تكوسه بيشتغلوا معانا كتير، وربنا يصلح حال الجميع. انا بس حبيت اقول لكم الاسعار بتاعه القاهره واسكندريه، عشان في ناس بتهري كتير وتحرق كتير، ومش عارف محمد السيد بيقول ايه والدنيا فيها ايه ومش عارف الاسعار. يا جدعان دي اسعار انا شايف ان هي كويسه في الوضع اللي احنا فيه، والشركه تقول لك اشتغل وهتبقى كابتن مميز، ومش عارف عامل لك عرض جديد اليومين دول لسه عاملينه، بيقول لك لو انت خلال شهر رمضان عملت 100 رحله انت كده هتكون من 1000 كابتن مميزين. في 1000 كابتن مميزين كده هيبقى نسبتهم 0% مدى الحياه، بدون عموله مدى الحياه ولا اي حاجه. هتبقى مع نفسك كده عشان انت اشتغلت في بدايه الشركه، وقفت مع الشركه وشغلتها وفضلت فاتح فترات طويله وكده، فده عامل لك زي هديه كده ليك، حاجه خاصه ليك، اللي هو بدون عموله مدى الحياه. وده عرض كويس. انا على فكره محمد السيد، انا معاكم الاول، انا بفتح، بس انا كنت تعبان اليومين اللي فاتوا والحمد لله فقت وفاتح لكم كل يوم. فيا ريت زيرو عموله، دي هتبقى حلوه جدا، هيبقى 1000 كابتن بس. فانت اسعى وافتح وحاول تشتغل على قد ما تقدر، وان شاء الله خير. وفي العرض بردك اللي هو بتاع كل يوم بيكسبوا 10 كباتن من اول النهارده. العرض ده بدأ النهارده اللي هو 12 رمضان، كل يوم في 10 كباتن، كل واحد هيكسب 1000 جنيه. دي حاجه كويسه. وبالنسبه لايه بقى الرحلات، اعمل رحلات، افتح الابلكيشن دايما صبح وليل. انا بصراحه النهارده اول يوم انزل عشان كنت تعبان، فاتح الابلكيشن من الصبح، مفيش اي مشكله. الناس تقول لك يا جماعه مفيش رحلات على الجروبات، مفيش رحلات في الابلكيشن ما فيهوش مش عارف ايه. يا باشا الرحلات فين؟ اذا كان اوبر وكريم ما فيهوش رحلات، يعني الابلكيشنات الكبيره اللي شغاله ليها 100 سنه ما فيهاش رحلات دلوقتي. الابلكيشن ده لسه شغال جديد، وبيعملوا له دعايه وبيعملوا اعلانات، وكده كده الشغل قليل، وهو بيقول لك حتى في عروض عاملها لك، لو ما اشتغلتش هتاخد بونص، هتاخد جرانتي، حاجات من هذا القبيل. حاول تشتغل، اي رحله تجيلك اعملها، وربنا يكرمك ويصلح حالك، وهتاخد وهتتظبط، والدنيا هتبقى ماشيه زي الفل. والشركه بتحاول تصرف وتسعى في ايام يعني واقفه. باذن الله الدنيا على العيد تكون ظبطت في الابلكيشن، والدنيا تبقى زي الفل، وكل الناس تكسب وكل الناس تشتغل ومفيش اي مشكله، وناخد عروض وناخد بونص وناخد جرانتي. ربنا يكرمنا كده بكام بونص على جرانتي ورا بعض كده، نجيب لنا تليفون جديد. عاوزين ايه يعني قيمه من 10 ل 20000 جنيه، نجيب لنا تليفون جديد كده عشان الصوره تبقى احلى والدنيا تبقى زي الفل، وان شاء الله خير. وفي ميزه كويسه في الابلكيشن ده، ان الناس بتحاول تطور من نفسها وبتحاول تشوف فين الاخطاء وايه اللي مش كويس وكده. يعني في ناس كتير اشتكت ان في كباتن عملنا بونص وعملنا جرانتي وما اتحسبش، فالشركه بتراجع الكلام ده يوم بيوم. فانا قلت لهم يحاولوا يعملوا عداد في الابلكيشن، يظبطوا الدنيا بحيث ان كل كابتن يعرف هو اشتغل كام دقيقه، اشتغل كام ساعه، عمل الجرانتي، عمل البونص، عمل كام رحله، كل حاجه عدادات زيها زي كل الشركات، عشان خاطر يبقى في دليل عندك في الابلكيشن والدنيا معاك ماشيه زي الفل. فدي حاجه كويسه ان الشركه بتحاول تطور من نفسها، بتقول لك شبيك لبيك، يعني ادعك الفانوس وهتلاقيه معاك، اللي انت عاوزه هتلاقيه موجود. الشركه بتحاول تستجيب وتطور وتحسن
وتدفع فلوس وتدي بونص للكباتن وتشغل الناس عشان هي تشتغل. العميل بتاعها لما يجي يطلب كابتن يلاقي الكابتن موجود، ومفيش حد يرفض رحلات، مفيش حد يلغي رحلات، مفيش حد يعمل اي حاجه، والدنيا تمشي زي الفل. فده كل حاجه وليها مقابل، فانت برضك لازم يكون ليك دور. بنقول شركه مصريه واحنا مصريين وعلى ارض مصريه ونشتغل ونعمل والكلام ده كله، وسيبنا من الهرايين وسيبنا من اي حاجه. وفي ناس بتقول لي، ناس بتشتمك وناس بتقول عليك يا عم سلمها لله. انا عن نفسي مش فارق معايا خالص، وماشي بحكمه قديمه بتقول لك ايه؟ سالوا حكيم لماذا لا تنتقم ممن يسيئون اليك؟ فابتسم ضاحكا وقال من الحكمه ان اعض كلبا عضني. يعني الموضوع سهل وبسيط ومتفسر للناس كلها. اهم حاجه بقى يا جدعان، صلوا على النبي، ده اولا قبل اي حاجه عشان احنا في رمضان. ولو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو. واشترك برضك في صفحه علاء الدين عشان ينزل لك كل العروض. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، ومستني تعليقاتكم، وسلمها لله.